فيديو اليوم هو الفيديو المنتظر، الفيديو اللي وعدتكم بيه وراح اوفي بوعدي. نعم ليديز اند جنتلمان، ارباح اليوتيوب. اليوم راح اكشف لكم ارباح اليوتيوب، او بالضبط راح اطلع لكم ارباح اخر شهر الي باليوتيوب. والله العظيم واني حلفت، يعني بدون لف ودوران. اول شيء انطيكم معلومه انه الارباح تختلف من قناه لقناه، لان كل قناه لها جمهور، وحسب هذا الجمهور يعني افرضوا اكو قناه متابعيها اكثرهم من العراق، هاي القناة أرباحها تختلف عن قناة متابعينها من أوروبا أو أمريكا، وتختلف عن متابعيها من دول الخليج. عرفتوا شلون؟ هسه تقولوا لي ليش تفرق من دولة لدولة؟ أنا أقول لكم ليش. لأن أكو دولة بها إعلانات هواي، يعني تفتح الفيديو يطلع لك إعلانات هواي، وأكو دولة ما بها إعلانات، قليلة ورخيصة. فشوفوا هذا الفرق، سعر الإعلانات وعدد الإعلانات تختلف من دولة لدولة. الأرباح تنحسب على كل 1000 مشاهدة، فإذا هذول الألف شافوها من العراق تختلف إذا هذه الألف شافوها مثلا من أمريكا. مثلا الألف مشاهدة بأمريكا سعرها تقريبا $6، بينما الألف مشاهدة اللي بالعراق سعرها سنتات، يمكن تقريبا 17 سنت. اي والله اكو شيء اسمه سي بي ام وار بي ام. هاي معدل الارباح كل 1000 مشاهد. لا تخافون راح اشوفكم ارباحي لان انا وعدتكم، بس حبيت اوضح لكم هاي المعلومه ونظام اليوتيوب والارباح شلون يشتغل. على فكره شباب، انا لما سويت قناه والله العظيم ما كنت اعرف انه يطلع فلوس. سويت القناة مجرد كان عندي شغف انه اصنع مقاطع، وعجبني اوصل 100,000 واحصل الدرع اليوتيوب الفضي، فخليت ببالي انه بس استلم الدرع الفضي خلاص اعتزل واروح مشكورين على الدرع ومع السلامة. بس تفاجأت من كمية الدعم من عندكم، ووصلنا يعني عدد مشتركين كبير بفترة قياسية، وبنفس الوقت صار مصدر دخل الي، فصار بنفس الوقت هواية ومصدر دخل. قبل لا اطلع لكم الارباح خلينا نشوف اراء الناس. كتبت باليوتيوب ارباح مصطفى جيم اوفر، وخلينا نشوف راي الناس شلون يعني حسبوا هاي العمليه وش قد طلعوا ارباحي. فعندنا الاول عمر 1 جنجن 1، تحياتنا له. اذا اوكي. عم بيشاهدوا الناس من ارخص ارنب بالكره الارضيه حيربح 402 يورو يوميا، يعني خلينا نقول يوميا يوميا. قال اذا من ارخص مكان يشاهدوني باليوم اطلع 400 يورو، ويورو مو دولار. اوكي، حسب موقع هو يعني استنتج هالشيء. خلينا نشوف. واذا عم بيشاهدوا الناس من اغلى منطقه بالعالم، في ناس بيقول لي وين اغلى منطقه وين كذا، يعني امريكا، دبي، هدول الاماكن اللي يعتبروا تقال. انجلترا، اوروبا، كندا كمان ثقيله. يعني بيصير عم بيطلع باليوم 6400 يورو، هن بيطلعوا اذا كلهم يعني من كندا او بريطانيا او امريكا باليوم اطلع 6000 اكثر بالدولار طبعا، يعني 6500 7 او 6700 6800 7، المهم حنقول 6400 دولار ما حتفرق كثير. بالنسبه لاخر 30 يوم عم بيزيد عند مصطفى بشكل متوسط 144 الف، او بشكل كامل 144 الف مشترك بالشهر. على فكره هذا الفيديو قديم يعني صار له سنين، بس اوكي. الأخير زاد عن مصطفى. عدد المشاهدات بالشهر الماضي جاب 53 مليون مشاهدة. ما شاء الله، وهدول بيعطوا لمصطفى راتب شهري بالنسبة للأدسنس، اللي هو لسه مو راتبه الوحيد، حنحكي بالحلقة شو الأشياء الثانية اللي بيطلعها، بس هدول بيعطوا الأدسنس لمصطفى. الأشياء الثانية اللي ممكن اليوتيوبر يطلعها هي الإعلانات الخارجية أو السبونسر. مثلا يجيني إعلان على لعبة أو منتج أو أي شيء أسوي له انبوكسنج ويدفعوا لي مقابل، هاي هم يعني مصدر ربح ثاني يعتبر. اللي حكينا عليها من المشاهدات 12,000 دولار تقريبا كأقل رينج، أقل شيء بالشهر 12,000 دولار. هو طبعا عمر دا يتكلم عن الموقع، هو الموقع كاتب له 12,000، لكن ما حد يعرف راتب اليوتيوبر الحقيقي إلا هو اليوتيوبر نفسه واليوتيوب، بس هذول يعرفون الراتب الحقيقي. اليوم راح اشوفكم اياه. طبعا هالشيء كان ممنوع قبل، بس هسه صار عادي واحد يكشف عن ارباحه. و193 الف، خلينا نقول دولار، هن بيطلعوا شي 200 الف، بس خلينا نقول يعني هيك نقول تقريبا 200 الف دولار اذا كانت اقوى الاماكن. الواحد بيقول لي عمر تقريبا شو رايك، تحليلك، الرقم اليميني صح ولا اليساري، قديش بيناتهم؟ يعني انا بقول تقريبا من خبرتي بالموضوع حوالي 40 الف. 40 الف يعني هو 40 ألف عمر. اوكي خلينا نشوف فيديو ثاني. ارباح مصطفى جيم اوفر من قناته على اليوتيوب. اوكي هذا الشورت مو فيديو، حسب ما طلبتوا بالتعليقات. قبل لا نبلش سوي لنا فولو، خلونا نوصل 50K باقرب وقت، واكتبوا لنا جواب بالتعليقات اليوتيوبر الجاي اللي تردونه. مصطفى جيم اوفر بدا محتواه من سنه 2012 وجمع اكثر من 3 مليار مشاهده.
سويت الحساب مال الجوجل ب 2012، لكن بديت تنزيل مقاطع بال 2016. احنا بيا سنه 23، يعني تقريبا 7 سنوات تقريبا. وعنده بقناته اكثر من 9 مليون و200 الف مشترك. شباب قبل اوكي الفيديو مو كلش قديم، يعني 9 و250 الف، مو كلش قديم، فيديو جديد يعتبر نوعا ما. اقول الارباح، اكو مشكله بسيطه بالحساب، انه اكثر من 70% من اللي يشوفون الفيديوهات ما مسوين متابعه للحساب. فريدكم هسه تسوون فولو وكتبوا لنا جوا بالتعليقات وبس. وارباحه شهريا سووا لي اشتراك شباب، سووا لي اشتراك وسووا للاخ همينه. اكثر من 27 الف دولار، اي ما يقارب ال 40 مليون دينار عراقي. 27 ألف دولار، 40 مليون عراقي بالشهر. هذا على حكي شهر واحد واعتزل يوتيوب أبطل. المهم اللي بعده فيديو من قناة 10 حقائق. مو القناة بأكثر من 6.6 مليون مشترك تسجل. فيديو قديم اوكي، بس اوكي قناة ما يقارب عن 7.3 ألف مشترك يوميا و220 ألف شهريا، بمعدل مشاهدات ما يقارب 3.4 مليون بشكل يومي و102 مليون بشكل شهري. 4. الدخل الشهري. الربح الشهري للقناة يتراوح بين 25.6 ألف دولار و409 ألف دولار شهريا. يتراوح بين 27 ألف دولار إلى 400 ألف دولار شهريا. قلت لكم شهر واحد واعتزل أنا. الصراحة يعني ما أعرف شنو الاستنتاجات اللي استنتجوها، راح تشوفون. هسه راح اطلع لكم الارباح. شوف التعليقات، واحد كاتب خرب ايش قد ارباح، والثاني كاتب ما شاء الله مليونير، والثالث كاتب الله يرزقه. بس هذا كاتب الله يرزقه. والان لحظة الحقيقة، دخلت على شو اسمه الداشبورد، استوديو مبدعين المحتوى بالقناة. لكن شباب القناة الثانية هاي انا قلت لكم اكشف لكم ارباح القناة، بس ما حددت يا قناة، ركزوا هنا. هاي القناة الثانية، اوكي، ارباح القناة الثانية. شوفوا الارباح المقدرة تشوفون قدامكم 117 دولار خلال هذا الشهر. 117 دولار خلال شهر كامل. وين اللي يقول 40 مليون دينار عراقي، واللي يقول 27 ألف دولار أقل شيء بالشهر الواحد، يقول 400 دولار. عمر يقول 400 دولار باليوم الواحد، وأنا بشهر كامل مطلع بس 100 دولار. اوكي قلت لكم تختلف من بلد لبلد، ويعني حسب المنطقة. هسه تقولون بالصوف انت بس هذا الشهر اللي راح انت ما منزل. شوفكم ولا الاشهر كلها خاف تقولون اني نصاب او كذاب اسوي دراما. لا والله شباب، هاي الارباح 117 دولار اخر 28 يوم، يعني اخر شهر. شوفوا هاي بشهر مارس القبله، الشهر اللي راح مطلع اقل، مطلع 86. هاي قدامكم. وبشهر فبراير الشهر الثاني مطلع بعد اقل 107 بس. اوكي، والقبله 78، والقبله 200، والقبله 300 لان كنت انزل، والقبله 193. يعني معدل قولوا 200 عمي، مو 117، 200. تمام شباب؟ فاللي يقول انه اليوتيوب، وواحد يقول ما شاء الله مصطفى مليونير وملياردير، لا شباب هاي قدامكم، واقسم بالله هذا الموقع لا فوتوشوب، مبين يعني ببيج يعني. نعم شباب، هاي الارباح الحقيقيه. يعني ما ادري كنتوا تتوقعون، كتبوا لي تتوقعون هذا المبلغ او كنتوا تتوقعون اكثر. اكيد اغلبكم كان يتوقع اطلع اكثر بالشهر، لكن هذا هو المبلغ الحقيقي مال القناه الثانيه، لان انا ما حددت يا قناه. اذا تريدون مال القناه الاولى اطلع ارباح القناه الاولى، والله وانا هم اذا احلف يعني فعلا اسوي. وصلونا هذا الفيديو 700، والله تقدرون اكو مقاطع واصله 700 بالراحه. 700 الف لايك اطلع لكم ارباح القناه الاولى. متفقين. وعدتكم بالمره اللي راحت ووفيت بوعدي، وهالمره اوعدكم 700 الف لايك على هذا الفيديو واشوفكم ارباح القناه الاولى. يعني هذا الفيديو ايضا يفيد كمعلومه للي يريد يسوي قناه لليوتيوب ويسويها وظيفته، يعني وظيفه بدوام كامل ووظيفته الوحيده. شباب يعني مستعد شهر كامل تطلع 100 دولار. شوفوا ايش مكتوب هنا: التكلفة التي يدفعها المعلنون. التكلفة استنادا الى عملية التشغيل لكل 1000 مشاهدة. قلت لكم تنحسب على 1000 مشاهدة. التكلفة بين قوسين التكلفة لكل 1000 ظهور. يعني هاي 1000 مشاهدة لازم يطلع بيها اعلان ويشوفون الناس، يلا ينحسب دولار واحد على 1000 مشاهدة. اللي ما يطلع لهم اعلان ما ينحسب.
لازم يطلع لك اعلان. يب شباب بعد ما عندنا شيء، شوفتكم الارباح، كتبوا لي بالتعليقات رايكم وكتبوا لي شنو كنتوا تتوقعون، ومثل ما وعدتكم اذا وصلنا 700 الف لايك راح اكشف لكم ارباحي بالقناه الاولى. فبس والله شباب وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسون تحطونا لايك وتشتركون بالقناه اذا ما مشتركين، تابعوني مواقع التواصل الاجتماعي جوا بالديسكربشن، تيك توك وانستغرام وديسكورد وتويتش وكل شيء. يلا شباب دير بالكم على نفسكم، صيام مقبول، مع السلامه.